يا ترى أنت من محبّي العندليب والّا الهضبة؟ طب حُبّك لواحد فيهم ممكن يقلل من تقديرك للتاني؟ تفتكر لو كل واحد فيهم كان ظهر في زمن التاني، كان هيحقق نفس نجاحه والّا المعادلة هتتغيّر؟ طب قبل ما تقفل أنا لك على طول وتشغّل أنا مهما كبرت صغيّر. تعالَ ندردش شوية عن الثنائي عبد الحليم حافظ وعمرو دياب في حكاية مقارنة جديدة من على الرف. معي أنا راسيا سعادة. قبل ما نبدأ كلام خلينا متفقين إن الاختلاف في التذوق الفني ده شيء طبيعي، وإن كل واحد فينا عنده تفضيلاته الفنية الخاصة، وده شيء بعيد عن المقارنات بين التجارب الفنية اللي طبيعي تحصل في كل الأوقات. البلهارسيا العجيبة اللي تجنن. من يجي أكتر من 35 سنة ظهر فيها عمرو دياب على مسرح بيغني كلمات توعية بيقول فيها البلهارسيا العجيبة اللي تجننا، البلهارسيا اللي كانت أهم أسباب رحيل عبد الحليم حافظ في 30 مارس سنة 1977. ربما لو حليم كان حضر عمرو دياب وهو بيغنيها كانت الظروف اتغيرت ولحق صحته مع تطور شكل العلاج الطبي للبلهارسيا. لكن الزمن غير الزمن، وهنا مربط الفرس. نجاح أي مطرب عموماً بيكون راجع للظروف المحيطة بيه وقتها، ظروف من كله على بعضه، مادية، اجتماعية، وطنية، صحية، بيعيشها بشكل كامل وبيتفاعل معها لحد ما يقدر من خلالها يكتب تاريخه الخاص. ممكن تكون في ظروف معممة طبعاً، كل واحد فيهم اترفض في بدايته وتهاجم لحد ما قدر يثبت نفسه. حليم حضر ثورة يوليو كان صوتها الرسمي، وغنى لعبد الناصر ولحق السادات وغنى عاش اللي قال. عاش اللي قال، عاش اللي قال. عمرو دياب غنى لمبارك وغنى لبطولة أفريقيا وصعدنا لكاس العالم وحضر ثورتين، وبالمناسبة غنى لهم. على الورق احنا قدام نجمين اللي هم علامة في تاريخ الفن في مصر. تاريخ حليم توقف عند تقريباً 30 سنة غنى، وعمرو دياب وصل أهو ل40 سنة ولسه المشوار مكمل. نيجي بقى للسؤال المهم، هل عمرو دياب فعلاً أنجح من حليم؟ طب إيه هو أصلاً معيار النجاح اللي هنقيس عليه؟ محررة ملف الفن في المصري اليوم رضوى فاروق قالت لنا إنه نجاح عبد الحليم حافظ هو الأهم، لأنه جه في ظروف صعبة جداً ووسائل انتشار أقل وظروف مجتمعية واقتصادية مش لطيفة. ما خلتوش ينعم برفاهية اللي خدها عمرو دياب مثلاً مع التطور الاجتماعي والتكنولوجي اللي حصل مع بداية الألفية لحد دلوقتي، وده صحيح جداً. ما هو أصلي لو هقارن ما بين أي اتنين في الحياة لازم أحطهم على ميزان ومعايير واحدة، يبقوا عاشوا نفس الظروف واجهوا نفس الصعوبات عشان الحكم بينهم يكون عادل. وده نفس اللي قاله هاني الدقاق نجم فريق مسار إجباري، إن ظروف البلد وحالة الفن عموماً وقت عبد الحليم حافظ كانت صعبة، مش بسهولة حد ينجح فيها. ومن الكلام عن الفروقات في اهتمام الهضبة بصحته وشكله وصوته للاستمرارية، فده كان صعب يتوفر لعبد الحليم اللي عاش جوه تجربة فيها 3 حروب 56 67 73، فكان يكفيه بأنه قدر ينجح بأغانيه وأنها تعيش من بعده. والحقيقة أنه تجربة حليم ملهمة لأنها كانت تجربة وطن بالكامل، مش مجرد تجربة فردية. يكفي أن أغاني حليم الوطنية بالذات لسه عايشة لغاية دلوقتي تتغنى في كل مناسباتنا الوطنية، وده معناه أنه الجيل الجديد اللي منه عمرو دياب ما قدرش يصنع تراث فني غنائي وطني مؤثر وحط خطوط كتير تحت كلمة مؤثر، فكان الطبيعي إننا نلجأ للقديم. حليم كمان كان مبهر في حتتين مهمين، التنوع والغزارة، فاللي غنى اللون الرومانسي الخفيف في على قد الشوق هو برضو اللي غنى قصائد طويلة زي قارئة الفنجان، وقدر برضو يوصل للون الشعبي شوية وهو بيقول أنا كل ما أقول التوبة يا بوي. ترمين المجادير يا عين، ترمين المجادير يا عين. ده غير الغزارة الفنية اللي وصلت مع حليم لأكثر من 250 أغنية من سنة 51 لغاية وفاته في سنة 77، بعكس عمرو دياب اتميز في لون أغنية واحد بأشكالها المختلفة. ده غير إنه مغناش شعبي مثلا. ولو رحنا للمنافسة اللي عاشها كل واحد فيهم في مرحلته، فحليم خاض منافسة فنية شرسة مع أساطير حقيقية زي فريد الأطرش ومحمد فوزي.
أما مع عمرو دياب فكانت المنافسة شرسة برضه مع منير ومدحت والحجار، لكن دايماً الناس والنقاد وحتى الناس اللي ماشية في الشوارع كانت بتفرق بين لون وطعم الهضبة ولون وطعم النجوم اللي قلت لك عليها دي. وده استمر مثلاً من 91 لغاية 2006. كان عمرو دياب تقريباً لوحده على الساحة وبدون منافس، وفجأة ظهر له تامر حسني، فبدأت المقارنات بينهم تظهر مع الأفضلية الكبيرة طبعاً لعمرو دياب في حجم الموهبة والتنوع والحضور. أما من حيث الجودة فأكيد الأغاني هي صناعة مجموعة، فما نقدرش أبداً ننسى دور أساطير الألحان اللي غنى لهم حليم مثل عبد الوهاب وبليغ والطويل والموجي. ولو قارنا بين دول وبين اللي لحنوا للهضبة وليهم كل تقدير طبعاً، الكفة حتطب قوي. طب واحنا بنختم الدردشة اللطيفة دي، خلونا نشوف عمرو دياب نفسه قال إيه في بداياته لما تمت مقارنته بعبد الحليم أثناء لقائه مع مفيد فوزي. عبد الحليم حافظ ده لازم يخرج من دايرتنا خالص، لأنه من عملاق، يعني حاجة بعيدة عننا. أهو ترى في المقارنة نفسه قال بوضوح إن تجربته منفصلة، وإنه صعب يتحط مع اسم كبير زي العندليب في جملة واحدة، وإنه يتمنى يعمل لنفسه تاريخ يعلم مع الجمهور. وسواء كنت من تيم الهضبة أو من مريدين حليم، فخليك عارف إنه كل مرحلة وليها نجمها وظروفها. شمس حد بتغيب وليل بيجي، شمس تطلع بنجم جديد من تاني، وهكذا. أو زي ما عمرو دياب نفسه بيقول ضمنيا للي بيقارنوه بحليم: أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم يتغير، دي الدنيا غروب وشروق. وبكده تكون خلصت حكايتنا للنهاردة. هنستناكم في حلقة وحكاية جديدة من عرف.